فيك اي واحد صاحبك، اخوك، قريبك، ابن عمك، يعني بتخاف عليه، موجود في الامارات وقطر، ابعت له الفيديو ده. لو الحرب قامت لن يستطيع احد العودة من قطر او الامارات. الفيديو ده خطير ومهم، شير ولايك وكومنت. في كواليس الحرب القادمة خلال ساعات قليلة هناك رجل واحد جنرال امريكي يتحرك في صمت، العالم كله سمعه. الراجل ده اصدر اوامر بتحريك قاذفات B2 الاستراتيجية الى منطقة الشرق الاوسط. انه الجنرال مايكل إيريك كوريلا، القائد الاعلى للقوات الامريكية في المنطقة كلها، والملقب داخل البنتاجون بالغوريلا الامريكيه، وهو رجل اسرائيلي الاول في الجيش الامريكي، لدرجه ان نتنياهو رفض ان امريكا تضرب ايران بالنووي بدون قياده إيريك كوريلا. لكن خلف المشهد الامريكي ده هناك كارثه اكبر. معلومات استخباراتيه تتحدث عن خطة إيرانية سرية لتفجير مفاعل بوشهر النووي بيد طهران نفسها. المفاعل ده قريب من الدول الخليجية. ضربة انتقامية لن تقتل أحد بالصواريخ، بل ستنشر الإشعاع النووي برا وبحرا وجوا في الخليج وفي مياه الشرب الخليجية، ليتم محو قطر والإمارات وتحويلهم إلى دول غير صالحة لأي نوع من أنواع الحياة. بقى في كلام في الإمارات دلوقتي إن صفقة راس الحكمة في مصر هي وطن بديل للإمارات. أيوة، خلال ساعات ووفقا لتقديرات إيريك كوريلا لو تم تدمير هذا المفاعل النووي ستباد الدوحة وأبو ظبي وفقا للتقديرات الأمريكية.